السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اقتراب كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار في جونفي القادم، هل ترى عودة هذا الثلاثي للمنتخب الجزائري ممكنة أم أن المنتخب في غنى عنهم؟ أولا، يوسف بلايلي المايسترو الجزائري لاعب مولودية الجزائر الذي اتفق عليه الجمهور الجزائري على أن عودته للمنتخب أصبحت ضرورية لا شك فيها بعد عدم تألق أمين جويري وعدم تناغمه مع المنتخب الجزائري خاصة في إفريقيا. ياسين براهيمي النجم الجزائري الذي لديه خلافات كثيرة مع جمال بالماضي، إلا أن تألقه في نادي الغراف القطري بدا للجمهور الجزائري على أنه يجب العودة للمنتخب الوطني ليدعم صفوف المنتخب الجزائري خاصة في الهجوم، لتدعيم عمورة وبلايلي ومحرز في الهجوم وطي صفحة بالماضي وخلافاتهم ووضعها جانبا. جمال بالعمري خصوصا بعد إصابة ماندي وبديله الذي لم يكن جاهزا في مباراة الموزمبيق أمين توغاي، هل ترى أن عودة جمال بالعمري أصبحت ضرورية للعودة للمنتخب الجزائري خاصة في كأس إفريقيا القادم، وأن بديل بالماندي لم يكن جاهزا إلى مستوى كبير؟ وأنتم مشاهدينا، ما رأيكم في هذه الثلاث أسماء؟ أم لديكم أسماء جديدة للمنتخب الجزائري؟